السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. طبعا النهارده ما كنتش ناويه اصور ولا انزل فيديوهات خالص، ولكن لقيت رانيا محمد بعتلي الكومنت ده. عايزه حاجه لازاله دهون البوتاجاز والسيراميك ضروري، وجزاك الله خير. انا قمت والله صورت لك وصفه مخصوص يا رانيا، سريعه جدا بمكونين اتنين، ولكن ليا عندك طلب. لو الوصفه عجبتك، امانه عليكي ادعي لعمر ربنا يهديه، عشان عمر بصراحه يعني معكنن عليا حياتي كلها بسبب قلة مذاكرته. عمر اللي في ثانوية عامة، يعني ربنا يهديه ويهدي له حاله. كل اللي يشوف الوصفة دي أو يجربها يدعي لعمر إن ربنا يهديه ويعدي السنة دي على خير، عشان أنا بصراحة خلاص جبت آخر منه. ربنا يهديه هو واللي زيه. انا النهارده هستخدم مكونين اتنين بس، وعملتها بسرعه وقمت صورتها ومنتجتهاش كده، تلاقوا التصوير والمونتاج وكل حاجه مش احسن حاجه خالص. ده يا جماعه قشور الليمون وقشور البرتقال اللي احنا بنحوشها في الفريزر. عملنا منها وصفات كتير حلوه جدا جدا، وحاجه كده مش مكلفه خالص، وبتدينا نتيجه حلوه قوي قوي في التنظيف. حطي كوبايه ميه، حطي كوبايتين ميه، اعملي بقى على حسب الكميه اللي انتي عايزاها. انا دلوقتي حطيت كوبايتين من المية على قشور البرتقان والليمون، برتقان بس ماشي، ليمون بس ماشي، وحطيهم يغلوا على البوتاجاز. هاتيلي الصابون السائل اللي عندك، اي نوع، اي ماركة عاملاه في البيت، شارياه من عند بتوع المنظفات، مش هتفرق معايا. طيب اللي متوفر عندنا الصابون الصلب اللي احنا بنعمله في البيت من الزيت والصودا الكاوية. خلاص هتاخدي برضو منه قطعة، عايزة قطعة، نص قطعة. بصي الكمية النهاردة ترجع لك انتي، انا يعني عشان عايزة انضف شوية حاجات كده، فبشرت صابونة كاملة وشوية القشور اللي حضراتكم شفتوهم دول. الصابونة اهي، ما شاء الله، ريحتها كانت حلوة جدا لان كنت عاملاها بالخل والفانيليا. طيب انا سبتهم على النار قد ايه؟ حوالي تلت ساعة. لحد ما القشور يعني غليت كتير قوي قوي، ونزلت كل الزيوت اللي فيها. بصوا حضراتكم كانت اتهرت تقريبا. الريحة طبعا حلوة جدا جدا. تقدري تاخدي المية دي وتستخدميها في مسح الأرضيات، تقدري تستخدميها في غسيل اللحوم والفاكهة. يعني الحقيقة المية نفسها ريحتها جميلة. وبدأت ان انا انزل بيها على الصابون اللي انا بشرته، وهبدأ ان انا ادوبه، ومش هياخد معايا، يعني عايزه اقول لكم ان انا ما كملتش دقيقه وكان الصابون داب معايا خالص. طبعا هو ليكويد خالص كده بسبب ان الميه سخنه جدا. لو حضراتكم سبتوها شويه طبعا هتبصوا تلاقي القوام تقل عن كده. طبعا بقى في ناس ممكن تجيب دلوقتي كوبايه ميه وتحط محلول ماء، يعني سوري، يعني معلقه ملح، اللي هما بيسموه محلول الملح، يعني علشان خاطر القوام يتقل معانا. بس انا مش محتاجه اعمل كده، انا بعمل حاجه تانية خالص، اللي عايزه اعمل يعني حاجه قويه لازاله الدهون اللي موجوده على المطبخ، سواء بقى السيراميك، سواء خشب، سواء الارضيات. طيب انا دلوقتي معايا 50 جرام من الميه. طبعا احنا مش ماشيين بجرامات النهارده، بس انا بقول لكم الكميه اللي انا خدتها. طب بلاش 50 جرام، خلينا في ربع كوبايه من الميه. دي معلقه الشاي يا جماعه، علشان ما بتبقوش شايفين قوي في التصوير اذا كان دي معلقه كبيره ولا صغيره. دي معلقه الشاي، فيها ايه؟ فيها صودا كاوية او كوستيك او كترونة او حجر تسليك مجاري او دي بوشار. يعني علشان كانت في واحدة في الجزائر او تقريبا مش عارفة في انهي دولة بتكلمني وبتقولي احنا ما عندناش المكون ده. لا طبعا هو موجود في كل حتة، بس حضرتك يمكن مش واخدة بالك من المسمى بسبب اختلاف المسميات من دولة لأخرى. فاحنا هنا في مصر بنقول عليها بطاس، مع ان ما اسمهاش بطاس خالص يا جماعه. التقليب بيكون بمعلقه بلاستيك، علشان المعلقه الالومنيوم بتطوس معانا. وهبدا انزل على الصابون، قطعه الصابون اللي انا بشرتها. قطعه الصابون دي تقدري تستبدليها بصابون سائل، مش محتاجة منك اكتر من كده خالص. طيب القوام هيخف شوية، بس ما فيش يعني في خلال كده 15 ثانية هتبصي تلاقي القوام بدأ ان هو يتماسك تاني. بلاش تحطوا كمية صودا كاوية كبيرة، انا مش عايزة اهدر خاماته، مش عايزة استخدم حاجات كتير. حد بقى ممكن يقول لي احط زهره بيضه واحط خل، طب احط نشا. على فكره انا عامله وصفه قريبه من دي قبل كده، وكانت بالنشا. النهارده انا مش هستخدم غير المكونين اتنين اللي حضراتكم شفتوهم دول، وهوريكوا قد ايه المكونين دول وهم خرافة كده في تلميع وتنظيف كل حاجة. كان عندي اخر رف خالص في المطبخ انا مش عارفة اوصل له، ده اللي كنت بخزن فيه البرطمانات الفاضية والعلب بقى الفوم، وكنت بحط فيه برطمان المخلل وبرطمان السمنة والكلام ده كله. فالحقيقة شكله يرثى له، يعني بسبب ان انا السلم ما كانش عندي، كان حد واخده يعني.
فوالله ما جبتوش لحد دلوقتي. ده انا عشان اصور الوصفه دي يا رانيا دلوقتي، انا عايزه اقولك حطيت كرسي وبقيت طول التصوير خايفه جدا لا اقع، بس الحمد لله ربنا ستر الحمد لله. خلاص كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شايفين هي معلقه واحده بس زي ما انتوا شايفين، مش عايزه اكتر من كده. تعالوا كده نروح على الحوض بتاع المطبخ الاستانلس. انا عارفه ان الحوض ده مش حاجه فيها دهون ومش ده اللي انت عايزاه يا رانيا، بس انا بوريكم انا بستخدم الوصفه دي في ايه وقد ايه هتشوفوا النتيجه بتاعته. طبعا اكيد حضراتكم واخدين بالكم ان اللي انا بس مستخدماها دي ولا سلك ستانلس ولا سلك الومنيوم ولا اي سلك خالص، وفي نفس الوقت كمان انا ما بذلتش مجهود خالص في موضوع الدعك. باقل مجهود وليفة عادية جدا هتلاقوا كل حاجة بتلمع. الوصفة دي هتستخدميها في الدهون المتراكمة بقى على الحلل او المتراكمة على الطاسات. انا زي ما قلت لك مش محتاجه ان احنا نهدر خامات كتير، انا استخدمت دول بس. يلا نشوف البوتاجاز نفس الكلام، العيون بتاعه البوتاجاز شفتوا ما شاء الله شكل الحوض باقل مجهود كان بيلمع معانا ازاي. نفس الكلام في البوتاجاز برضو كان برضو عليه شوية حاجات كده عايزة تتنضف. قلت فرصة بقى، والله يا جماعة ماليش مزاج اعمل اي حاجة خالص بصراحة، يعني ربنا يهدي اولادنا جميعا. مش عارفة يعني مش عارفة ليه الولاد كده. والله يا جماعة انا اذكر اقسم بالله لما كنت في ثانويه عامه كنت اقعد اذاكر في البلكونه من الساعه 7 المغرب مثلا لحد الساعه 5، ما احسش بنفسي غير لما تبقى الساعه 5 الفجر. بابا كان يصحى الصبح وهو رايح الشغل الساعه 6 يقعد يزعق لي يقول لي يعني مش هتفهمي مش هتركزي. اقول له يا بابا انا ما حسيتش بالوقت اصلا. بقول لكم انا ما كنتش، النهار كان بيطلع عليا وانا مركزه في المذاكره بتاعتي. ده لما كنت في ثانويه عامه. وكنت بستحي جدا جدا لما كنت باجي اخد من بابا فلوس الدروس، يا كنت باخدها على استحياء، مع ان الامانه لله بابا عمره في حياته ربنا يديله الصحه يا رب ويكرمه ما حسسني باي حاجه من الحاجات دي. ولكن انا ما اعرفش هل دي قله احساس بالمسؤوليه، هل دي سمه جيل كامل، هل دي مشكله في التربيه، الله اعلم الله اعلم. يعني بطلب منكم فعلا ربنا يهديه لان عمر مدمر لي نفسيتي. شايفين بقى هو ده الرف اللي انا بقول لحضراتكم عليه، مش بعرف اوصل له خالص لانه محتاج سلم. ف علشان كده وفي ايه بقى في برطمانات المخلل وبرطمانات السمنه والكلام ده كله. عشان كده انا عارفه طبعا ان هو تقصير مني وكل حاجه، بس الله المستعان. يعني قلت فرصه ان انا اصور لك يا رانيا الفيديو. طبعا انا بعتذر جدا جدا ليه، لان انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، ودي حاجه الحقيقه صعبه جدا. يمكن اللي بيصوروا هيبقوا فاهمين قصدي، او حضراتكم عارفين يعني ايه تبقي ماسكه حاجه بايد وبالايد التانيه بتنضفي. بحاول ان انا اوضح لكم على قد ما اقدر ان بدون دعك كتير. على فكره لو كنت سبت المعجون ده عليه بس 5 دقايق ورحت عملت اي حاجه ورجعت كان في ثواني، يمكن بحته بس كمان من غير ليفه كان هينضف معايا تماما. تقدري تعملي حاجه تانية، تقدري تخفيه بقى اكتر من كده، يعني ما تخلوهوش تقيل كده. على فكره ده لما يبرد هيتقل، وتحطيه مثلا في بخاخ وترشي منه. بس طبعا انا حابه ان هو يبقى كده، يعني هو بالشكل ده كده بالنسبه لي هيبقى افضل. دهون السيراميك دهون المطبخ ايا كان خشب الوميتال ان شاء الله هينضف معاكي بسرعه جدا. بصوا انا طبعا يعني دعكت سريعا كده، بس طبعا هقفل الكاميرا بعد ما خلصت تصوير، ولكن انا وريتكم باقل مجهود هو نضف معايا ازاي. يعني كان فيديو سريع كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عشان كده هتلاقوا الرف ما نضيفش قوي، لان انا زي ما قلت لكم يعني صورت سريعا كده، ما حبيتش ان انا اعمل حاجه من ورا الكاميرا، كل حاجه كانت قدامكم بدون ما افصلها نهائي. دعواتكم لعمر، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير.